ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده انا هعمل احلى واروع طاجن لحمه بالبصل في الفرن بطريقه سهله جدا، والطعم خطير. ينفع يتعمل في العزومات او المناسبات. اللحمه اللي انا هستخدمها تشاك روست. انتي اي نوع لحمه تقدري تستخدميه. هقطع اللحمه بالشكل اللي انتي شايفاه ده. اللحمه انا هقطعها واغسلها في الوقت ده. الميه بتغلي على البوتاجاز. هقطع كل اللحمة بالشكل اللي انت شايفاه. المية غليت، هنزل باللحمة في الحلة. اللحمة انا هسلقها نص سلقة. انا عايزة الشوربة اعمل بيها الاطباق الجانبية اللي انا هعملها، وتسهل عملية السوى. لما ادخلها في الفرن مش هتاخد وقت طويل. اللحمة غليت، طلعت ريمة على الوش. هشيل كل الريمة من على الوش. هضيف على اللحمة بصلة مقطعة وحبة طماطم وجزر وورق لورا وحبة هان. هضيف معلقة ملح. في طاسة هنزل بمعلقة سمنة كبيرة او اي مادة دهنية انت بتستخدميها، زبدة او زيت. السمنة تسيح، انزل ببصل 4 بصلات مقطعاهم جوليان بالشكل ده. هضيف على البصل نص معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة بابريكا، نص معلقة سماق. البصل انا مش عايزاه يدبل قوي. هضيف على البصل 4 فصوص توم. التوم يطلع ريحته مع البصل. هضيف نص فلفلاية خضرة ونص اصفر. لو ما عندكيش استغنى عنهم، مش حابة بلاش منه. هضيف معلقة صلصة هشوحها في النص. هضيف معلقتين دبس رمان. هشوح الصلصة. البصل متبلشي، انا عايزة البصل يبقى سليم. هضيف معلقة هريسة شطة، تخلي الطعم جميل جدا وتدي لون حلو. هشوحها وارفع الطاسة من على البوتاجاز. اللحمة اتسلقت نص سلقة. طلعت اللحمة في الصينية اللي هتدخل الفرن. هنزل بالبصل على اللحمة. هغطي اللحمة بالبصل. هضيف على اللحمة كبشتين او 3 شوربة علشان تستوي. هغطيها وهدخلها الفرن على اعلى درجة حرارة لمدة ساعة.
في اخر 10 دقايق هشيل الغطا علشان تاخد لون. شايفة لونه جميل جدا، غير طعمها خطير. احلى طاجن اللحمة هتعمليه بكل سهولة. شايفة لون الصوص خطير غير الطعم. اللحمة مستوية دايبة دوب. شايفة اللحمة مستوية وجميلة جدا غير طعمها. وصفة تستحق التجربة. لو عندك عزومة تقدري تعمليها، عندك مناسبة، طعمها جميل جدا. شايفة اللون خطير. وان عجبك الفيديو لايك وشير، اكتبي لي كومنت. اللي ما عملش فولو اعمله فولو علشان يوصلك شعار باي فيديو جديد ينزل. تابعينا على قناة اليوتيوب مطبخ مرمر، اعملي لي سبسكرايب علشان يوصلك شعار بكل الفيديوهات الجديدة. اشوفكم في فيديو جديد.